في مداخلة لك مع الأستاذ نجيب. ذكر هو أن خروج المرأة معك الشيخ سليمان الدويش. أستاذ نجيب، ما الإشكالية في العمالة؟ أنت تقول العمالة أفسدت، وما الإشكالية فيها؟ الإشكالية إن إحنا هذا الوطن في أبناء وبنات الوطن أولى به، أولى بخيره، أولى إنهم هم اللي يعملوا في وظائف الدولة. طيب يعمل الرجل بدل الرجل، الشاب بدل الرجل، ليه أنت ذكرت أن المرأة تخرج لتحل محل العمالة؟ لأنه المرأة تعلمت، مو عشان تقعد في بيت. يعني تحل المرأة محل الرجل قصدك؟ لا 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 يا سيدي، لا مو كده. هو عندك محلات بيع النساء، محلات الأسواق، محلات الذهب، محلات كثيرة عندنا، كلها تحل فيها المرأة، تحل فيها المرأة. لتبيع على من؟ تبيع على كل الناس، تبيع زي ما كان مجتمع. طيب لماذا أنكرتم بيع الرجل على الرجل، على المرأة؟ احنا قلنا الرجل الأجنبي. طيب وظف بدل الرجل، أجب يوظف الشباب. الشباب ما يشتغلوا الشغلات هذه. يعني أنت ليه ما يشتغل الدنيئة؟ إذا كانت دريئة ليش تلزم فيها المرأة؟ إذا كانت شريفة ألزم فيها الشباب. لا 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 يا عمي، نفس اللي هم بيع الملابس وبيع المستلزمات النسائية تقوم بها النساء زي من كل دول العالم بيستوى. الواقع الآن أنكم وظفتم النساء في محلات المستلزمات والرجال معهم، وتبيع المرأة على الرجل والرجل يبيع المرأة، ولم يتغير شيء، بل ازداد الأمر سوء. هذا شيء طبيعي زي مجتمع المدينة. إذا كانت حيلة، لا ما كان مجتمع المدينة كذا. لا كان أنت أنكرت أن تخرج المرأة بعين واحدة، وهذا ذكر. اقرأ كلام العلماء. عبيدة السلماني رحمه الله ورضي عنه ذكر هذا، قال كنا يمشين بعين واحدة. كذب وافتراء. لماذا يكون كذب وهو مدون في كتب أهل العلم ومنصوص عليه في الصحاح؟ لا لا لا، لأنه خالف رأيك يكون كذب. هذا مذكور في كتب التفسير والحديث. لا يمكن الإسلام يلزم المرأة أن تمشي بعين واحدة، لا يمكن. ولك ربنا أنزل المرأة بعين واحدة. يعني تغطي عينيها؟ لا تغطي عينيها ولا شيء، وجه المرأة ليس بعورة. يعني الإسلام ما يلزمها بأن تغطي عينيها؟ لا، ولا يلزمها بتغطية وجهها؟ ابدا ابدا، على المذاهب الاربعه لا يمكن تغطية المرأة. بل المذاهب الاربعه، الصحيح في المذاهب الاربعه كلها انها تلزم المرأة بتغطية الوجه. لا شيخ، هذا موجود في المذاهب الاربعه. موضوع خلافي شيخ. انا خالفك. تغطية وجه المرأة موضوع خلافي. كتاب الشيخ الألباني أودى 20 دليل بعدم جواز انه المرأة تغطي وجهها. بعدم جواز كذا؟ يجوز. نعم. بعدم جواز ان المرأة تغطي وجهها؟ نعم. لا، هذا افتراء على الشيخ الألباني. لا استاذ نجيب، قلته افتراء على الشيخ الألباني. استاذ نجيب، لا يتكلم. استاذ نجيب، لحظة استاذ نجيب.